إقامة المونديال في قطر عملت ضجيج غير مسبق لمسابقة كأس العالم عبر التاريخ. بين الحاقد والحاسد تشوف المحب والكاره، لكن ما هو مخجل أن ترى عربي يقف في صف هؤلاء الكارهين والباحثين عن ثغرة ينتقدون فيها قطر والعرب. مونديال العرب، دوحة العرب، مصطلحات أطلقتها قطر عبر شاشات التلفاز، عبر قنواتها وعبر صحفيها. نوروا العالم على الحضارة العربية والإسلامية، نشروا أحاديث الرسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام في كل الشوارع، منعوا التدخين في الملاعب وأمور أخرى كثيرة ترفع لها القبعة. حتى الآن كل ما فعلته قطر لكأس العالم 2022 تم منع بيع الخمور بكافة أنواعها، ومنع استخدام شعارات المثليين، إيقاف الأغاني أثناء مواعيد الصلاة. وضعت أحاديث نبوية في كل ركن عن سماحة الإسلام وعمل الخير وحب الخير للغير. قاموا بتغيير مؤذنين المساجد بمؤذنين صوتهم جميل، وقاموا بتوصيل سماعات في كل ملعب حتى يسمع الكل صوت الأذان. توزيع كتب بلغات الجمهور عن تاريخ العرب والمسلمين والتعريف بقصة الإسلام. وضع لافتات عن منع التدخين وشرب الكحول واحترام لدينها. منع طائرة منتخب ألمانيا من الدخول لأنها تحمل شعار المثليين وتم استبدالها. شخص دخل الإسلام هذا الأسبوع قبل إطلاق كأس العالم. وفوق كل هذا تقديم أفضل ملاعب العالم، وستكون أقوى نسخة في تاريخ كأس العالم. لم يسبق لأي بلد أن فاز بكأس العالم بمدرب أجنبي، إذ خلال 21 نسخة من الكأس لم تفز بها إلا الدول بمدربين محليين من نفس البلد منذ عام 1930 إلى 2018. الظاهرة تعرف بلعنة المدرب الأجنبي. أن كرة القدم التي يلعب بها كأس العالم قطر 2022 هي أول كرة في كأس العالم تحمل اسم عربي رسمي، وهو اسم الرحلة. الكرة مصنوعة بمواد تحترم أقصى مقومات الاستدامة للمحافظة على البيئة، وقد صممت من طرف شركة أديداس، وصنعت أعداد كبيرة منها بأيدي عربية في دول مصر. وهل تعلم أن البرازيل هي أكثر دولة في العالم فازت بكؤوس العالم لكرة القدم بعدد قياسي بلغ 5 كؤوس؟ البرازيل شاركت في جميع الكؤوس على مر التاريخ منذ انطلاق البطولة الدولية عام 1930 إلى 2022، وتصنف رسميا في المرتبة الأولى كأقوى منتخب في العالم خلال كأس العالم قطر 2022. وبس كده الفيديو انتهى. ما تنسانيش بقى باللايك والاشتراك، لا تبخلوا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء، سنعود بعد قليل.